اليوم تنتواجدوا كجمعيه في النشاط اللي تتنظموا جمعيه شمس واللي كيدخل في اطار مشروع بركه شباب ضد العنف اللي فيه مجموعه ديال الشركاء، اوكسفام المغرب، جمعيه قراره للفنون والثقافات، وفيدراليه رابطه حقوق النساء، واللي بطبيعه الحال تيهدف هذا المشروع واللي سميتو بركه شباب ضد العنف، واللي بطبيعه الحال عنده مجموعه ديال الاهداف. منها الهدف الاول ولا المحور الاول هو واحد البرنامج تحسيسي كبير بمساله العنف الموجه ضد النساء في المجالات كلها المختلفة. أيضا عندنا إنجاز واحد الدراسة على العنف المبني على النوع على مستوى جهة مراكش أسفي، وبطبيعة الحال نضمنا مجموعة القوافل التحسيسية أيضا بهذه الظواهر المرتبطة بالعنف. واليوم هذا جزء من النشاط اللي كتنظمه جمعية شمس واللي كيدخل في إطار تكوين وتحسيس ديال المستفيدات من التدرج المهني، المستفيدات من التكوين اللي تيهدف لتقوية القدرات الاقتصادية ديال النساء. وبطبيعة الحال ملي كنتكلموا على التكوين في المجال الاقتصادي خاصو يكون في واحد الإطار اللي هو شامل ديال معرفة ديال الحقوق ومعرفة القوانين المنظمة لحقوق ديال النساء بما فيها مدونة الأسرة، أيضا القانون 103-13 والقانون والمنظومة الجنائية، بالإضافة لمجموعة ديال القوانين أخرى. دونك الهدف هو التحسيس والمعرفة والتكوين في هذا المجال وتقوية القدرات في هذا المجال القانوني. سيدتي، جاء في الكلام ديالك بأن الجمعيات ما هي إلا أداة لتحسيس المجتمع. ألا ترى معي بأن الجمعيات هي وسيطة من الوسائط الحقيقية في المجتمع لتترصد وتترى بحكم أنكم يعني رابطة حقوق الإنسان هنالك الترافع؟ هل تقومون بالترافع في جهة مراكش؟ أكيد، هو محور أساسي في العمل ديالنا أيضا، بالإضافة للتحسيس وإنجاز دراسات هو والعمل الميداني، لأن كنستقبلوا يوميا نساء اللي كيتعرضوا للعنف في المراكز ديالنا. مي كاين واحد الجانب أساسي ومهم اللي هو الترافع أولا على مستوى تغيير التشريعات التمييزية اللي باقي مجموعة ديال البنود اللي ما كتنصفش النساء وتتحرمهم من الحقوق ديالهم. وهاد القوانين بطبيعة الحال في إطار الترافع ديالنا كنطالبوا أنها تكون تتنسجم مع دستور 2011 وأيضا الاتفاقيات اللي صادق عليها المغرب كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. مسألة أخرى ديال الترافع ديالنا موجهة للفاعل السياسي على مستوى الجماعات الترابية، لأن تنعتبر أنه النهوض بحقوق الإنسانية النساء فيه مجموعة ديال الجوانب. في الجانب التشريعي أساسي ومهم، خصو يكون مبني على المساواة الفعلية والحقيقية بين الرجل والمرأة. ولكن كاين مستوى آخر اللي هو مهم أيضا، هو السياسات العمومية في مجال حقوق ديال النساء في المجالات كلها. الجانب الاقتصادي تنهضروا على الحقوق الاقتصادية، تنهضروا على التعليم، تنهضروا على الحق في الشغل، تنهضروا على مجموعة ديال الحقوق هي خصها تكون مترجمة في سياسات عمومية سواء على مستوى الجماعة الترابية أو على مستوى وطني. بالتالي هاد الحقوق هذه ولا هاد البرامج اللي كتتسن على مستوى الجماعات الترابية فيها لي باك ولا لي بي دي خصها تكون تجيب على المشاكل الحقيقية ديال النساء، وهي بالأساس خصها تكون مبنية على مقاربة النوع. ومني تنقولوا مبنية على مقاربة النوع أنها تكون في صلبها وفي الأساس ديالها القضايا المرتبطة بحقوق النساء. سادة، أنت كحقوقية هناك ظاهرة ما يسمى بالنقل السري في مناطق ذواوي التسلطات. هل تعتبرين هذا عنف ضد المرأة؟ هنالك سيارة 29-15 امرأة بدون وثائق بدون هل تعتبرين هذه العاملات أنهم يعني تحاول إتمارس عليهم العنف في التنقلات؟ وتنعرفوا دستور 2011 جاء بالمساواة بين الرجل والمرأة. هو هذه مسألة ديال النقل السري هو إلا بغينا نقولوا واحد المؤشر
على وضعيه ديال العاملات بشكل عام، خصوصا في المجال الزراعي. هو إلا بغينا نقولوا واحد الجانب من جوانب العنف الكثيرة اللي كتعاني منها هاد النساء. هاد النساء محرومين من الحقوق ديالهم كاملة، بمعنى كاين نقل، ماشي تنعتبروا هذا عنف، انا تنعتبره جريمه. عندنا حنا كنعتبروا بانه المسؤول الاول هو السلطات المحليه على مستوى الجهه او ايضا على مستوى وطني. تنعتبروا بانه هذه المساله مرتبطه بالجانب ديال المراقبه، وجانب اللي هو اعمق واكبر ديال انه تكون الضمان ديال الحقوق ديال النساء بشكل عام. وهذه المساله هذه اكيد تنرصدوها، اكيد كتكون بيانات، اكيد كنوصلوا هذه المساله ديال لا النقل ولا ايضا مجموعه ديال اشكال العنف اللي كتعاني منها النساء داخل. اولا ما كاينش ضمانات، لا مساله ديال عقود العمل، مسألة ديال الطرق، مسألة النقل وسائل، لأن هذا المشغل هذا هو تيخرق القانون. هذا المشغل هو كيوضع هذوك النساء دوك العاملات، تيعرض الحياة ديالهم للخطر. بالتالي عاد بالإضافة إلى ذلك الشروط اللي كتشتغل فيها هاد النساء هي شروط اللي غير آدمية، شروط اللي أولا الجانب ديال الأجر ما تحترمش، ما كايناش تغطية اجتماعية، مجموعة ديال الحقوق. إذا هاد المسألة ديال العاملات بشكل عام خصها تاخذ في واحد النظره شموليه ديال اولا المراقبه وهذا، وتسن الشريع اللي تيحمي الحقوق ديالهم، وايضا انه يتمكنوا من الحقوق ديالهم الكامله، ديال الضمان الاجتماعي، ديال الاجر، الحد الادنى للاجور، مجموعه ديال الحويجات. انا ما تنعتبرهاش غير عنف، انا قلت لك تنعتبروها جريمه. وهذا الشيء داخل ايضا في المجالات ديال التدخل ديالنا، وفي مجموعه ديال المحطات عبرنا على المطالب ديالنا بخصوص هذا، بالاضافه للادانه ديالنا، من المطالب ديالنا من اجل تحسين الشروط ديال العمل ديال هاد النساء.